أغرب جنب كل راجل حمامة مقتولة ذكر، وجنب كل ست حمامة مقتولة أنثى. والشرطة حرفيا ما لقتش أي دليل غير فردة جزمة لقوها على سطح بيت واحد من الضحايا. وهنا بدأت الشائعات تضرب البلد. في ناس قالت إنها كانت طقوس سحرية، وإن في حد كان بيحاول يفتح مقبرة والخادم طلب منه أضحية، وكانت الجريمة دي تنفيذ للأضحية. ولكن وبعد أيام قليلة الشرطة أعلنت إنها قبضت على المتهم، واللي كان شاب اسمه محمد عبد اللطيف. وقالوا إن هو بيعاني من اضطرابات نفسية، ولقوا عنده فردة الجزمة التانية في البيت. وكمان أخته شهدت ضده وقالت إن هو يوم الجريمة لقيته بيجري على البيت ولابس جلابية كلها دم، فخدتها منه وغسلتها عشان تداري عليه. وحتى محمد نفسه اعترف بالجريمة، ومش بس كده، لا ده مثلها. ولكن لما جه يوم المحاكمة حصل أغرب جنب كل راجل حمامة مقتولة ذكر، وجنب كل ست حمامة مقتولة أنثى. والشرطة حرفيا ما لقتش أي دليل غير فردة جزمة لقوها على سطح بيت واحد من الضحايا. وهنا بدأت الشائعات تضرب البلد. في ناس قالت إنها كانت طقوس سحرية، وإن في حد كان بيحاول يفتح مقبرة والخادم طلب منه أضحية، وكانت الجريمة دي تنفيذ للأضحية. ولكن وبعد أيام قليلة الشرطة أعلنت إنها قبضت على المتهم، واللي كان شاب اسمه محمد عبد اللطيف. وقالوا إن هو بيعاني من اضطرابات نفسية، ولقوا عنده فردة الجزمة التانية في البيت. وكمان أخته شهدت ضده وقالت إن هو يوم الجريمة لقيته بيجري على البيت ولابس جلابية كلها دم، فخدتها منه وغسلتها عشان تداري عليه. وحتى محمد نفسه اعترف بالجريمة، ومش بس كده، لا ده مثلها. ولكن لما جه يوم المحاكمة حصل